السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. صلوا على النبي يا حبايبي وزيدوا النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. والله لو قعدت أقول لكم إنكم وحشتوني والله خالص مش عارفة هتصدقوني ولا لا، بس والله غصب عني. أنا كنت في الفترة اللي فاتت تعبانة جدا جدا، تعبانة بكل ما تتخيلوا. يعني كنت على طول بروح اخد جلسات بخار في المستشفى ومش نافعة. اروح الساعة لدرجة ان ساعات صدري كان يكتم عليا الساعة 2 بالليل. اخد ولدي لاني ما كانش ينفع اخبط على جارتي ولا اقول لها تعالي معايا، ما ينفعش خالص في الوقت ده، يعني عيب ان انا اقلق الناس يعني. فكنت اخد ولدي اصحي في عز نومه وكان يبقى صابح عليه امتحانات، واقول له تعالى يا ولدي بالله عليك سندني انا مش قادره اخد نفسي، واروح اخد جلسات بخار والدكتور يقول لي انت ازاي ساكته على صدرك، ده صدرك بايظ خالص. يقول لي لازم تروح لدكتور صدر وتكشفي. بس يعني الحمد لله رب العالمين والله، ولسه لحد دلوقتي بس الحمد لله. يعني اقول ايه غير الحمد لله، احسن من الاول. وطبعا فترة الامتحانات بتاعة العيال والدنيا يعني مدربكة معايا خالص، فما كنتش ببقى فاضية خالص ان انا اعمل فيديوهات. فقلت لهم ايه، وعدتهم قلت لهم ان شاء الله اخر يوم النهاردة الحمد لله خلصوا امتحانات. فقلت لهم اخر يوم امتحانات كانوا بيقولوا لي يا ماما ليهم كام يوم كده هم عايزين، بيقول في البان طلع جديد بيكسب عجل، عايزين نفسهم يكسبوا عجلة بأي طريقة. ولدي يقول لي يا ماما نفسي اكسب عجلة، نفسي اكسب عجلة. فقلت له طب اخر يوم امتحانات ان شاء الله هديكم تجيبوا الالبوم ده، هو يعني ب5 جنيه يعني مش غالي، بس انا كانت وقتها يعني الدنيا مش ظابطة معايا خالص. فقلت يعني ان شاء الله هفرحهم بعد الامتحانات. ورحت بعد ما يوم من الامتحانات قالوا لي يا ماما زي ما قلت لنا احنا خلصنا فدينا نشتروا اللبان. اعطيتهم اشتروا اللبان، واعطيتهم اشتروا الكارت ده هو اللي بيلزقوا فيه، وفرحانين خالص. كل واحد خد له باكو، واللي طلع له واللي ما طلعلهوش. فايه حبيت اصورهم كده، قالوا لي يا ماما صورينا واحنا بنفتحوا اللبان ونشوفوا في ايه. فقلت اصورهم وانزل لكم تدعوا لهم دعوة حلوة ربنا يجبر بخاطرهم يا رب، عشان العيال دي والله يا جماعة تعبوا معايا خالص، والله العظيم العيال دي تعبت معايا، تعبت جامد. مش يعني هفضل اقول من هنا لحد اخر يوم في عمري ان العيال دي تعبوا معايا، تعبوا شافوا اللي ما شافوهوش واحد كبير. فبصراحة ما رضيتش ازعلهم رغم ان الظرف معايا يعني الحمد لله رب العالمين. بس انا وعدتهم قلت لهم ان شاء الله تخلصوا امتحانات وباذن الله يعني هجيبه لكم. وبعد كده جبت جلة تاني غير اللي جابتها لي جارتي. فاكرين لما كنت رجليا تعبانة وفيها شرخ قلت لكم جارتي جابت لي جلة فاتكسرت، يعني الواد الصغير كسرها كان بيشرب فيها وانا بره راح كسرها. فبصراحة ميتها حلوة عسل. فلما نزلت السوق جبت واحدة تاني، يا رب بقى يحافظ عليها ما يكسرهاش يا رب ان شاء الله. بس هم عمالين يقلبوا في الصفح كده زي ما انتوا شايفين، بيشوفوا ايه اللي ناقص تاني. وطبعا بصوا يعني كل ده ضحك على العيال، بس انتوا عارفين الاطفال دماغها بتصدق اي حاجة. عايزين لهم مالية عايزين لهم مالية طبعا عشان الواحد يعرف يسد في اللبان والحاجات اللي عمالين عايزين يجيبوها دي. بصوا من بدري فرحانة بالجلة خالص، كان ليها غطا فخار زيها كده بس وانا جاية بيها بصراحة اتكسر وقع مني، مش عارفة ازاي يعني اختلت مني، كانت هي كلها هتتكسر بس وقع الغطا واتكسر الحمد لله، خير ستر من عند ربنا. فطبعا في الفترة اللي كنت تعبانة فيها خالص يعني حتى لو تلاحظوا برضو على صدري لسه تعبان. أهملت طبعا، كنت يعني بصراحة عزكم الله ضوافري سبتها، يعني ما كنتش بقص ضوافري والله العظيم مش قلة نظافة، أنا كنت بنظفها دايما مع الوضوء الحمد لله. بس إن أنا أقصها وأقعد وأقص دي كانت صعبة بالنسبة لي خالص. الدور كان شادد وصعب عليا جو والله العظيم مهما أوصف لكم.
فادعوا لي بالله عليكم، الله يخليكم يا رب، ولكم بالمثل أي دعوة دعيتها لي، إن ربنا ياخد بخاطري ويجبر بخاطري أنا وعيالي ويرضينا يا رب ويرضى عننا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. فهو ده كان يعني سبب تأخيري عن إن أنا أنزل فيديوهات، وكنت متضايقة والله، لأن أنا يعني بقيت بعتبركم انتوا أهلي، فلما ببقى مخنوقة ببقى بحب أعمل فيديو عشان أفضفض معاكم وأتكلم معاكم وتردوا عليا في التعليقات. فأنا فعلا والله يعني بقيت مخنوقة إن أنا مش عارفة أنزل فيديوهات حتى وأتكلم معاكم وتواسوني وتصبروني على التعب اللي أنا فيه. معذرة يا حبايبي، الله يبارك لكم يا رب. يعني حتى ولدي الكبير ورا اخواته عامل فيها صغير، ويقول يا ماما النبي بدينا نشتروا اللبان على طول عشان نكسبوا العجلة والنبي. يعني قلت له يا ولد بيضحكوا على الناس مش هيكسبوكم. هو يعني عنده يقين وثقة إن هو هيكسب العجلة، ونفسه بيدعي ربنا دايما من ساعة ما جاب اللبان، وهو يقول يا رب، يقول يا رب أكسب عجلة، يا رب أكسب عجلة، نفسه في عجلة قوي. قلت له يا رب ولدي يجبر بخاطرك وينولها لك. ودي بنتي كانت عاملة ايه، كانوا طالبين منها في المدرسة الحواس بتاعت الإنسان، عاملة المناخير والبق والحاجات دي، فقالت لها ماما صوريني وأنا بشرحها لهم ووريها لهم. قلت لها حاضر ماشي أصورك. فهي عمالة تشرح لكم كده ده ايه وده ايه وده ايه، يعني تقول لكم دي مناخير، دي ودان، ده بق، ده الحاجات دي يعني فم الحاجات دي وكده. يعني أنا مش فاهمة قوي يعني في الحاجات اللي عاملاها. فدعوة حلوة منكم كده يا حبايب، ربنا يا رب يرزقني برزق عيالي وما يحوجني المخلوق يا رب، وربهم تربية حسنة ويوسع علينا يا رب، ولكم بالمثل يا رب أي دعوة حلوة دعيتها لي. الله يبارك فيكم يا رب ويرضيكم.